السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. هنتكلم النهاردة عن رقم 18 في المنام. الرقم ده مش مميز بمعنى ان هو ما جاش في ايات القرآن الكريم، تمام؟ لم يذكر زي بعض الارقام 20 وال10 وال8 وال7 والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الرقم ده مميز في حاجة تانية، في انه رقم سورة الكهف، وسورة الكهف لها دلالات كتيرة قوي. هنتكلم عن دلالات الرقم ده وان شاء الله تعرف تفسير الرؤية بتاعتك لما اشرح لك الدلالات دي. اول حاجة قبل ما اقول الدلالات خلينا ناخد من رقم 18. 18 هي 18 8 ابواب الصدقات اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاية. 8 ابواب، يعني ممكن الرؤية دي تقول لي ان في دلالة انه ممكن الشخص ده لو طلع صدقة ايه اللي هيحصل؟ يجي جنب 8 كلمة 10، يعني معناها مضاعفة للأجر. ربما 18 لو جالك في الرؤية معناها حاول تطلع صدقة، ربما ان شاء الله انت في أزمة وحل الأزمة دي في باب الصدقات. ده رقم واحد. رقم 2 بيجي احيانا الشاب الاعزب او الفتاة العزباء يقولك انا كان معايا 18 كذا، عديت لقيت 18 كذا، تعرف على طول يجي في بالك انه سورة الكهف. وبرضو احيانا بيجي رؤية تانية انه فتح المصحف لقى سورة الكهف هي اللي قدامه. هنا الشخص ده داخل على انه هيتفتح كلام في انه يكمل نص دينه. زي ما احنا بنقول سورة الكهف بتتوسط المصحف الشريف، تمام، في نصه. فممكن على طول نتذكر ان هو الشخص ده يفتح كلام في موضوع جواز، واذا قرأ مثلا الصورة بمنتهى الاريحية وكده في الرؤية تعرف ان هو ان شاء الله يتمم الزواجة دي على خير. اذا اخذ رقم 18 في الرؤية وكان مبسوط وسعيد ان شاء الله، وبالاغلب هتكون بنوتة هي اللي شافت الرؤية دي او مامتها، تعرف ان هيجي لها ان شاء الله عريس وتكمل الموضوع على خير. فرقم 18 بيجي بدلالات الزواج. وبرده رقم 8 بيفكرني في التفسير بالزواج. 8 ازواج مثلا من دلالات الزواج، واتكلمت عنه في الفيديو بتاع رقم 8. ف18 لما يبقى رقم بس صريح كده في الرؤية ما دلليش اي احداث، اعرف انه ممكن جدا يخص الزواج. الرقم ده في العموم بيقول ان صاحب الرؤية عنده صعوبات شديدة جدا، صعوبات اما في الفقر او في التعطيل او في حزن الشخص ده يمر بيه كتير جدا، لكن الرمز ده مبشر انك هتخرج خلاص من الازمات دي. هو رمز الخروج من الازمات والكروبات. الرمز ده مبشر جدا بنجاة الرائي من امور فيها صعوبات كتيرة، وبيجي احيانا مع المسحورين، وبيدل على نجاة المسحور ده من السحر باذن الله وفضل الله بعد الصعوبات الكتيره اللي مر بيها الرائي. اصلا الكهف من الدلالات اللي بتدل على ان الشخص ده عنده سحر، ده لو ظهر كهف بس كده في الرؤيه. بس ممكن ناخدها دلاله من رقم 18. ممكن لو الرائي ده عنده سحر وجاله رقم 18 يعرف ان هو ان شاء الله ربنا هينجيه، ولكن يتبع الاسباب. رقم 18 بيقولك فأتبع سببا. يعني ايه؟ يعني اتبع الأسباب. يعني لو انت طول الرؤية عمال تدور على حاجة فيها رقم 18، 18 جنيه، 18 مش عارفة كذا، وتيجي تلاقي ان انت مش عارف توصل لها، يبقى في حاجة معينة محتاج ان انت تتبع الأسباب عشان تخرج من الأزمة اللي انت فيها. ان شاء الله في نجاة وفي فك للكرب وفي فك للتعطيل وفي كل حاجة، ولكن اتبع الأسباب. رقم 18 في الرؤية هو رقم يدل على نجاح طالب العلم. إذا كان شاف الرؤية ده حد طالب يبشر إن شاء الله بالنجاح، وإنه يتعلم علم ذو قيمة مفيد جدا بإذن الله ليه بعد كده. ياما ناس بتتعلم حاجات مش بتستفيد منها بعد كده خالص. فالرقم ده طبعا من دلالات أحيانا كتير الأسحار والخروج منها وفك كربات الأسحار والشفاء منها بإذن الله. واحيانا يدل على انك بيقول لك احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. في بعض الناس من كتر ما عندها نعم بتنسى تحمد ربنا وبتعتقد ان هي صاحبه الفضل في اللي هي خدته ده، وده من قصه صاحب الجنتين اللي جت في سوره الكهف. فدايما نحمد ربنا عشان ربنا يزيدنا، وناخد بالنا ان جه وراها على طول انك لما تدخل جنتك تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. دايما تاخد بالك انك لو مش بتقول كده على اولادك، على اي حاجه انت تمتلكها، اي حاجه فرحان بيها، افتكر دايما تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالرقم ده ملخصه ايه؟ ملخصه انك عندك نعم كتير احمد ربنا عليها. افتكر دايما انك تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله على كل نعمه عندك واحمد ربنا. الرقم ده بيبشر بالزواج باذن الله اذا امتلكت 18 او حصلت على 18 في الرؤيه. الرقم ده بيقول لصاحب العلم، الطالب اللي يشوف الرؤيه دي يعرف انه ان شاء الله هيحظى بعلم نافع باذن الله يستفيد منه ويفيد. الرقم ده رقم النجاه من كل كرب او فقر، او ان حد بيطاردك، او ان عليك مثلا ديون، او
ان شاء الله ربنا هينجيك في نهاية المطاف. الرقم ده ربما يدل على ان صاحب الرؤية عنده اسحار، وعليه ان هو يعالج نفسه بالرقية علشان يخرج من الازمة دي، يعني ياخد بالاسباب. الرقم ده فيه لطف وعوض وكرم من ربنا سبحانه وتعالى للي بيحصل عليه في الرؤية او بيقرأه او بيرسمه او بيكتبه بطريقة جميلة. رقم مبشر جدا. اتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد ليكم. شكرا لكم على متابعتي. ان اخطأت فمن نفسي وان اصبت فمن فضل الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.